متى تندلع الحرب الأهلية في لبنان؟ في الآونة الأخيرة كتار عم يسألوني أو إنه عم يسألوا ليش مركز على الحرب الأهلية بلبنان، والعالم لديها فكرة أو تتوهم أن اللبنانيين بالرغم من كل خلافاتهم وصراعاتهم اللي بتطلع على الوجه لازالوا يتضامنون أو يتعايشون وهم غير راغبين في الحرب الأهلية. نظرا لما يحصل في المنطقة ومن حرب هدفها تغيير وجه الشرق الأوسط وإعادة رسم الدول، وهي حرب لا تشبه الحروب الأخرى بأهدافها وأهميتها، وفي ظل تفرد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بكامل العالم، واللي ما عم يسلم حدا من أمريكا لحد هلا حتى الدول الحليفة. أصبح هناك السؤال الجدي وخوف يطرح أنه لبنان ما هو لبنان يعني بالنسبة لهذه الصراعات أو لهذه الدول اللي عم تقرر مصير الشرق الأوسط. فلبنان هو بلد صغير ومقدراته تكاد معدومة، وهو يعاني من لعنة الجغرافيا حسب ما يقال، لأنه موقعه الجغرافي هو موضوع أو ما زال موضع أطماع، إن كان من الجنوب ومن جهة فلسطين المحتلة إسرائيل، وإن كان من الشمال أو من الحدود الشرقية من صوب سوريا. وبغض النظر عن مين النظام اللي بيحكم مع تبدل الأنظمة والدول، يبقى الأمر مطروح باستمرار نتيجة الحاجات الجغرافية والتمدد الديني أو التركيبي الأمنية اللي هي بتعتبر كل دولة أنه هذه خاصة أمنية يجب الوصول إليها أو تأمينها، وذلك يتم من خلال التواجد أو هلأ زي احنا عن أحلام الضم والتوسع والزيادة الموارد أو المكافآت نتيجة تنازلات بمطرح آخر كما يطرح الآن موضوع جوليان. حتى ما نبعد عن الموضوع ونرجع لبنان، طبعا لبنان هو يواجه اليوم عدة أخطار، ولكن أنا أميل إلى أن أقول أن الخطر الأكبر هو الانزلاق أو الدخول في الاقتتال الأهلي، وستكون نتائجه كارثية أكثر من أي عدوان أو احتلال. لو حتى حصل احتلال جزء كبير من لبنان عبر الجنوب أو تمدد فرضا يوصل لبيروت، يبقى أقل ضررا من حصول تمزق داخلي، اقتتال مذهبي أو حرب أهلية لن تشبه الحرب الأهلية الماضية اللي اندلع بال75. هلا بنرجع على السؤال توقيت كيف تندلع الحرب الأهلية بلبنان ومتى. ولا مرة كانوا اللبنانيين هن اللي بيمنعوا الحرب الأهلية. اللبنانيين أنا برأيي جاهزين بجميع فئاتهم وطبقاتهم وجماهيرهم وكل المذاهب وكل الطوائف، كله حاضر في دائما وبشكل متواصل إلى عملية الاقتتال والاحترام. ولكن تفرق العملية باستعمال سلاح أو سلاح متوسط أو كبير يعني في حال دم، أو كما يجري اليوم اللي هو بتعبر عنه بشكل صريح وواضح وسائل التواصل الاجتماعي، اللي هي بتنقل الصورة بشكل مباشر بدون أي تدخل أو تأثير. فوت على المواقع وشوف كيف الانقسام حاصل وكيف اللبنانيين عم يتراشقوا أو عم يخونوا بعض أو يتوعدون بعضهم بالقتل وبالتصفية. ومقسوم من هلا المجتمعات خطين: خط موالي لأمريكا وإسرائيل ويطالب بإقصاء الفريق الآخر، والخط الآخر أو الفئة الأخرى موالي لإيران بوجه إسرائيل وأمريكا وتتوعد أو تطالب بالتخلص من هؤلاء الناس الخمس. بكل الحالات نحن عم نواجه أو أمام واقع صعب قد يدفع بنا إلى الاقتتال الذي لا ينتهي، وهو قاب قوسين أو أدنى، مش لأنه اللبنانيين لا يريدونه، لأنه اللي بيولع الحرب هو الأجنبي، والأجنبي هلأ بالوقت الحاضر اللي هو عنده مصلحة وعنده قدرة وهو الذي يقرر
هو الأمريكي والإسرائيلي، أو طبعا أمريكا وما يدور حولها من حلفاء. لأنه تأخير الحرب أنا حسب نظري، أو تأخير اندلاعها، أو عدم المباشرة هلأ بإشعالها، كان مستند على رؤية. لأنه هي من وقت اللي كانت المواجهة قايمة مع إسرائيل وحزب الله، كان أحد القصص المطروحة أنه لا يمكن، إذا كان لا يمكن مواجهة حزب الله بموضوع عسكري أو من الخارج، والخارج قد يدعو إلى توحد أو تجنب داخلي لحين تحديد الخطر. أما بعد التجارب اللي ثبت أنه لا يمكن أو من غير الممكن القضاء كليا، هناك نظرية بتقول ادفعوا باتجاه الاحتلال الداخلي مما سيمزق المناطق اللبنانية ويشغل حزب الله داخليا بحرب طائفية مذهبية تتقطع بها أوصال بين البقاع وبين الجنوب، وتظل التداخل السياسي والطائفي والمذهبي، فينهك يعني مبدئيا ويتم انشغاله وهذا الأمر قائم مش من اليوم. طبعا بتغيب الدولة اللي هي أصلا تربيع غايبة عن هذا المسرح أو غير قادرة، عاجزة. ومن هون في نظرية تانية بتقول أنه قد يكون إحداث الفوضى أو هيدي الحرب الأهلية قد يصب بمصلحة حزب الله، لأنه سوف يتحرر من أي قضايا تانية تتعلق بالدولة أو بالالتزام بهذا السقف أو بمراعاة نوعا ما، وسيأخذ راحته بالمناطق تبعه أو بعيد إنتاج القوة تبعه أو التحكم فيها بشكل مطلق، يعني بدون بتغيب الدولة عنها حكمها. هلا العامل الثاني اللي دخل أو تغير هو إنه كان بالأول عنده امتداد أو عمق داخل الأراضي السورية يتيح له بالخط المفتوح من سوريا إلى العراق إلى إيران بهالامداد. هلا أكيد مش مثل قبل، ولكن تبقى الأمور يعني في وسائل عديدة أو تتعدد الوسائل وقد تكون، ولكن عندما يحين الوقت أو تأخذ قرار الإدارة الأمريكانية واللي معها أكيد يعني يدوروا بفلكها من إسرائيل وحتى من دول عربية بأن الوقت قد حان لتفجير الساحة اللبنانية أو تخدم هذا الأمر مصالحهم، لن يكون هناك تردد واحد ويتم تدفق السلاح والأموال، وهذا كفيل بإشعال حرب داخلية لن تنتهي بالوقت القريب. ولكن اللبنانيين ليسوا محصنين تجاه هذه الحرب، وهم ينتظرونها أو ينظرون إلى اقترابها ويتمنونها حتى. يعني في جزء كبير يتمنى، لأنه بيعتبر أنه في استحالة للتعايش مع الآخر أو البقاء في وطن واحد. ومن هون في نظريات هاي إلنا هاي مش إلك، الجنوب لإلكم الجنوب لإلنا، نحن هون نحن مش هون. الخطورة إنه هيدي اللحظات هيدي الأفكار تجد طريقا لها للتنفيذ، لأنه تتفق مع الأفكار أو مع الخرائط اللي عم تنعد والمرسومة لتقسيم لبنان أو لاقتطاع أجزاء منه وإلحاقها إن كان بإسرائيل. طبعا مش عم نحكي هلأ بين يوم وبكرة، عم نحكي شو المواضيع المحطوطة، وفي حال تم القضاء على إيران تصبح العملية أسهل للتنفيذ يعني، وتم اقتطاع جزء من سوريا ويتم التعويض عنه بجزء من لبنان. يعني من هون خطورة أن الحرب الأهلية الحالية لن تشبه الماضي، ستكون كارثة كبيرة تؤدي إلى القضاء على ما سمي أو اتفق على تسميته الكيان اللبناني أو لبنان الكبير، اللي هو هذا 10452. من هون الخوف دائم ومتواصل على إمكانية وقوع هذه الحرب التي لن تترك أثر من لبنان.